اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد وهنعمل طريقة سهلة جدا وطعمها خطير للبسبوسة. اول حاجة هبدأ بيها الشربات. احط كوباية ونص من السكر، عليهم كوبايتين من المية، نفس معيار الكوباية هو. هنسيبهم بقى كده يغلوا على النار، مش عايزينه يتقل. يكون قوامه ايه؟ آه متوسط. هعصر عليه ليمونة ومش هقلب السكر، هاخد الشربات بتاعي احطه على النار. وبعد كده هجهز البسبوسة معايا. كوبايتين من الدقيق، البسبوسة انا بعملها سايبة، هحط عليها نص كوباية من السكر، ولو عندك جوز الهند حطي معلقتين، وهحط كمان معلقة بيكنج باودر صغيرة بس تكون مليانة. هقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعضها، وبعد كده هنزل عليهم بكوباية زبادي. بحب اعملها بالزبادي، بتبقى طرية وجميلة. جربيها كده بنفس الطريقة هتديكي نتيجة حلوة جدا. هنقلب بقى كل المكونات مع بعضها، وهنزل عليهم بكوباية صغيرة زيت على سمنة. عندك سمنة بلدي حطي، عايز تحطي سمنة بس حطي، عايزة زيت بس حطي. خليط ممكن، انا حاطه السمنه اكتر بس نزود شويه زيت. هقلبهم برضو، وبعد كده معايا كوبايه من الميه، هحط نصها وهقلب. وبعد كده هشوف الخليط بتاعي محتاج ميه تاني ولا بس كده. نزلت عليها بربع كوبايه كمان، يعني حط عليها كوبايه الا ربع من الميه. ومش هعجن، انا بلم المكونات كلها في بعضها ماشي لحد ما تبقى بالقوام ده. هجيب صينيه مدهونه سمنه وهنزل عليها بالخليط بتاعي. الخليط مش تخين مجعلص ولا خفيف خالص. هدخلها فرن سخن جدا من تحت، وبعد كده هحمر الوش. الشربات غلي بقى معايا وبقى قوامه كده زي ما انتم شايفين، مش تخين ومش خفيف. هنزل عليه بكيس من الفانيليا، هنزل بالشربات دوت يكون بارد والبسبوسه سخنه، وهحطهم على بعض بقى، وهغطيهم بصينيه. ولو انت اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. كده حطيت الشربات كله وعايم على الوش، هغطي عليها، هرفع الغطا، هلاقيها شربت كل الشربات بتاعها. وبصوا وكمان ايه، يعني اتنفخت شويه. جميله جدا. انا قطعتها بقى وهي سخنه بس جميله متماسكه وحلوه. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.